حبايبنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بقى نكمل معانا شغل القواعد النحوية اللي إحنا بنشتغل فيها. هنتكلم النهارده على درس مهم جدًا، وبيكون هو طبعًا الدرس اللي أنا هاتكلم عليه النهارده ده ما لوش علاقة بالإعراب، يعني هو مش بيشتغل على الإعراب أوي، بمعنى يعني اللي أنا هاشرحه مش هاجي أقول لك قُل لي ده فعل مضارع مرفوع فيه فتحة، كسرة، ضمة، أو مش هاشتغل معاك على الإعراب النهارده، إحنا هنشتغل على حاجة هي متعلقة أو متفرعة لفرع تاني اسمه فرع الصرف. يعني إيه الصرف ده بقى؟ اللي هو أنا باشتغل على بنية الكلمة نفسها ومش باشتغل على الإعراب. إيه الفرق يا مِس ما بين الاتنين؟ الإعراب دايمًا كان له تعريف كده ييجي يقول لك إيه بقى، معرفة أواخر الكلمات العربية من جهة الإعراب والبناء. يعني إيه أواخر الكلمات العربية؟ يعني الكلمة في الآخر كده بنحط لها فتحة والّا كسرة والّا ضمة، فلمّا بنعرب أصلًا بنقعد نقول فعل مضارع مرفوع بالضمة، والضمة دي بنحطها على آخر حرف في الكلمة اللي عندي. ده كده ده نحو، ده الإعراب بتاعنا. لكن الشغل اللي هاشتغله في النهارده معاكم ما هواش إعراب، أُمّال هو إيه؟ هو عبارة إن أنا باشتغل على بنية الكلمة. يعني باجيب الكلمة كده، هيكل الكلمة كلّها بالحروف اللي موجودة فيها، وأبدأ أشكِّل فيها زي الطين صلصال كده، تمام؟ فإحنا النهارده مش بنشتغل في الإعراب وما لناش دعوة بآخر حرف، ومش عايزين نحط فتحة ولا كسرة ولا ضمة، إحنا عايزين نشتغل على الكلمة كلّها، الهيكل نفسه، حروف الكلمة نفسها عايزين نشتغل عليها. الدرس اسمه درس الإيه، المُجرّد والمزيد. يعني إيه مُجرّد ويعني إيه مزيد؟ الأفعال المجرد والمزيد من الأفعال، الأفعال اللي عندي في أفعال بتجي لي مجردة. بمعنى إيه؟ كلمة مجردة يعني متشال منها كل الحاجات اللي ما لهاش لازمة، وبيتبقى عندي الفعل الأساسي بحروفه الأساسية اللي إحنا بنقول عليها حروف أصلية، اللي ما ينفعش إنها تتحذف. ليه؟ لإن هي اللي بتدّي معنى للكلمة اللي عندي. لو اتحذف الكلمة ليس لها معنى. زي إيه؟ زي مثلًا أمّا آجي أقول لك إحنا نبدأ الأول أهو، الفعل المُجرّد والمزيد. نفهم الفرق ما بين المُجرّد والمزيد. أنا قُلت لك إن الفعل المُجرّد ده أهو، يعني حروفه كلّها أصلية، تمام؟ وما ينفعش أهو إن أنا أحذف منها حاجة، زي بالضبط كده الفعل قرأ، شرب، لعب، سأل. طيب مالها بقى الأفعال دي؟ لو جيت أتكلم فيها هالاقي إن كل فعل من الأفعال اللي قدامي الحروف بتاعتها أصلية. يعني بالمنطق لو أنا جيت على كلمة لعب وقُلت لك تعالَ احذف منها حرف كده، أولًا أنا لو حذفت منها أي حرف سواء كان اللام أو العين أو الباء ليس له معنى. لو جيت تجرّب هتلاقي نَفْسك ما بتعرفش تطلّع معنى. يعني هو الحرف عندي ده مهم جدًا، هو اللي بيدّيك معنى يعني بيفهّمك الكلمة بتتكلّم عن إيه. لكن أنت لو حذفتها الكلمة ليس لها معنى. إذًا دي بنقول عليها حروف أصلية. يعني إيه أصلية؟ يعني الأفعال دي مجردة ما فيهاش فيها أي حاجة زيادة، كل حروفها أصلية وهي اللي بتدّي معنى للجملة أو للكلمة اللي عندي، تمام؟ يبقى ده معنى كده الفعل الإيه، المجرد. المزيد لمّا آجي أقول لك كلمة قاتل، قاتل، نفس كلمة لعب دي، أو بلاش نقول لعب خلّينا نقول استقام، انطلق. تعالَ اتكلم معايا على الأفعال اللي أنا كتبتها لك فوق دي. هل ينفع آجي أحذف منها حاجة؟ يعني قاتل دي ينفع آجي أحذف منها الألف اللي في النُص وآجي أقول قتل، تمام؟ استقام أو استغفر أو استخرج ينفع آجي أحذف منها أي حاجة؟ ينفع آجي أحذف الألف والسين والتاء، لأن أنا ممكن آجي أقول قام. ففي الحالة دي ما دام أنا حذفت ولقيت نفسي بادّي معنى تاني، إذًا ده بنقول عليه مزيد. ليه؟ لأن هو لو أصلي ومهم وأساسي عندي، مجرد بس ما باحذفه الكلمة كده بيختل المعنى بتاعها. لكن أنت مجرد ما حذفته ولقيت إن المعنى يبقى كما هو وتقدر إن أنت تطلّع معنى عندك، ففي الحالة دي بنقدر نقول عليه إن هو ماله مزيد. يبقى ده الفرق ما بين المجرد والمزيد. المجرد الكلمة عندي أصلية،
حروفها كلها لا يمكن الاستغناء عنها ولا يمكن حذفها، والمعنى بيختل لو اتحذفت. أما المزيد لأ عادي مفيش مشكلة، ممكن نحذف وتلاقي إن المعنى لم يختل والمعنى باقي عندي، إذا ده معناه إن فعل مزيد. طيب واحدة واحدة كده نتكلم على المجرد بقى بالتفصيل تاني. ماله المجرد؟ قال لك بص يا سيدي، أولا أنا هديك قاعدة كده، معظم كلمات اللغة العربية يا شباب بتتكون من 3 حروف، آخرنا في الزيادات 6 حروف. يعني تاني كده مع بعض، يعني معظم تكوين الكلمات في اللغة العربية مكونة من 3 حروف، خصوصا في الأفعال 3 حروف، ونبدأ من 3، ممكن نزود ل4 ل5 ل6، ما ينفعش نزيد عن كده. بس 3 حروف دول بيكونوا أصليين، يعني دايما المجرد بيكون ثلاثي. ليه؟ 3 حروف أصلية ما ينفعش أحذف منها حاجة. تمام؟ هل ينفع نقل عن 3 ل2؟ لا ما ينفعش. اصلا الاتنين ده احنا بنطلع من بند الافعال وبندخل لبند الحروف، احنا بنشتغل على الافعال، فمعظم الشغل بتاعنا في الافعال بيكون ثلاثي 3 حروف. ال3 حروف اللي عندي بنقول عليه فعل مجرد ثلاثي، ده كده الجزء الاول. تمام؟ يبقى المجرد عندي رقم 1 بيكون، خلينا نقول هنا 1 بيكون ثلاثي، ده الايه؟ رقم 1. رقم 2 ممكن اجيب لك اهو، رقم 2 أجيب لك المجرد عندي يكون ماله رباعي، عبارة عن 4 حروف. نفهم بقى الكلام ده. المجرد الثلاثي عبارة عن الأفعال اللي أنا كاتباها لك دي وأمثلتها كلها، إنها عبارة عن 3 حروف كلها أصلية، ده اسمه كده المجرد الثلاثي. طب كده بس هنقف عند ال3 حروف بس؟ قال لك لأ، عادي ممكن أجيب لك فعل عبارة عن 4 حروف، وممكن أجي أقول لك إن ال4 حروف دول أصليين ما ينفعش تحذف منهم حاجة. زي بالظبط كده لما أجي أديلك مثال، رجع زلزل وسوسة زخرفة بعثرة. دي كل طمأنة دي كلها أفعال بتدخل تحت بند الأفعال الرباعية، بس هي ما زالت مجردة. هي ما زالت ايه؟ مجردة. ليه مجردة؟ لأن أنا برضو لما أجي أجرب أحذف حاجة منهم هلاقي إن الكلام عندي معناه يختل، مش هفهم المعنى بتاعه. إذا يبقى الكلام أو الأفعال اللي هتجيلي أصلية بنقول عليها أفعال مجردة نوعين، يا إما مجرد أهو ثلاثي عبارة عن 3 أحرف، يا إما مجرد ماله رباعي عبارة عن 4 أحرف. ماشي؟ قبل ما أدخلك في المزيد، هل أي كلمة تجيلي في القطعة واضحة وصريحة؟ لأ. أتكلم معاك بقى بصراحة على نور، هل الاستخراج وشغل التمارين اللي عندي هيكون بهذه البساطة؟ لا يا قلبي، أكيد لا يعني. فاحنا هنفهم التركة، إن طبعا بيصعب عليا العيال لما بيبقوا ساذجين كده وفاهمين إن كل حاجة عندي إيه بالسذاجة دي تمشي معانا كده، لا بس احنا محتاجين نشتغل في تركات. أولا الحكم بتاعي في أي فعل هشتغله في الدرس ده، تمام، الفعل الماضي. بمعنى يعني ممكن كتير جدا في القطع اللي تجيلك كلها أفعال مضارع، أو ممكن يجيلك أفعال أمر. هل أنا هاخد الفعل المضارع أحكم عليه؟ أبدا، ما ينفعش. يعني أنا لو رحت قلت لك كده كلمة يكتب أهو، كلمة يكتب، وقلت لك تعالى بقى يا باشا طلع لي كده قول لي الفعل ده اهو مجرد ولا مزيد، للوهلة الأولى هتيجي تقول لي يكتب، أنا هاجي أقول كتب، إذا الياء ده هي موجودة زيادة عندي وملهاش لازمة، لأن أنا لما رجعت للماضي قلت كتب، فإذا الياء ديت مالها حرف زايد، إذا الفعل اللي قدامي ده فعل ماله مزيد. طبعا إكس كبيرة قد كده، ونفهم بقى لعبتنا هتمشي إزاي. أولا رقم 1 أنا قلت لك الحكم بتاعي بيكون فين؟ في الماضي. رقم 2 أحرف المضارع ملهاش لازمة. هقول لك يعني إيه. رقم 3 الضمائر المتصلة
ملهاش لازمة. رقم 4 تاء التأنيث الساكنة ملهاش لازمة. نفهم بقى. أولا أنا قلتلك الحكم بتاعي في الماضي، فأنا قلتلك يكتب، ما تجيش تحكم عليها كده، رجعها للماضي. هتيجي تقول إيه؟ كتب. في الماضي أنا قلت إيه؟ كتب. طيب هل وأنا برجع في الماضي بتاعي كتب ديت الياء جت معايا؟ لا، بس الياء دهيت أنا بقول عليها حرف من أحرف المضارعة. إيه هي أحرف المضارعة؟ تو. تمام، دي كده أحرف المضارعة يا شباب. وأنا بتكلم على الفعل اللي عندي ده اهو، هل فيها حرف من أحرف المضارعة في يكتب؟ ما دام أنا شفت الياء يبقى ولا أكني لها لازمة. يعني أنا مش هقدر أجي أقول إن ده فعل زيادة، ما فيهوش زيادة عندي، ليس فعل مزيد. ليه؟ لأن أنا قلت لك أنا حتى لو شفت الحروف بتاعة المضارع قدامي ولا أكني لها لازمة، يعني مش هحكم عليها ولا أكني شايفها، يبقى كده الفعل مكتوب عليه إيه؟ كتب. يبقى ده مجرد ولا مزيد؟ ده يمس مجرد. يعني ايه مجرد؟ يعني ما فيهوش اي حرف زياده. طب وبالنسبه لاحرف المضارع لا تعد من احرف الزياده. احرف المضارع ما هي زياده عندي، بس هي ملهاش لازمه، هي بس بتدخل عشان تحول الفعل من زمن الماضي للمضارع، لكن هي ملهاش لازمه عندي. يعني مش هاجي اقول عليها انها احرف زياده انا ولا اكني شايفها في الجمله. طب هديك مثال تاني، انا ممكن اجيب لك نفس الفعل ده اهو، بس بدل ما اقول كتب هاجي اقول كتبت. الفتاة كتبت، حطيت عليها تاء ايه؟ تاء التأنيث الساكنة. هنا في زيادة، ما هي مس في الماضي اهو، صح؟ بس الفعل كان اسمه كتبة مش كتبت. اجي اقول لك، ما انا قلت لك ان تاء التأنيث الساكنة لا تعد من احرف الزيادة، يعني ولا اكني برضو لها لازمة، يعني ولا اكني شايفها، فما زال قدامي الفعل اسمه كتباه، فيبقى فعل مجرد. يعني بص كده، في هنا في المضارع قلت لك ان هو مجرد، في تاء التانيث الساكنة قلت لك ان هو مجرد. طب تعالى كده، بو، ايه اللي حصل؟ في هنا واو الجماعة ضمير متصل، هل يعد من أحرف الزيادة؟ أيضا ليس له أي لازمة ولا أكني شايفه. فأنا بشتغل عادي بقى في الفعل بتاعي، ماليش علاقة لا بأحرف المضارع، ماليش علاقة لا بتاء التأنيث الساكنة، ماليش علاقة بالضمائر المتصلة. طيب اديني مثال أكتر عشان أقدر أحكم إن الفعل اللي عندي فيه حروف زيادة. أجي أقول لك بص يا سيدي هنا أهو، قاتل. ماله قاتلة؟ أولا هو جاي في الماضي، ده رقم واحد، فأول حكم عندي أهو. ثانيا، هل في أحرف مضارع؟ لا. هل في ضمائر؟ لا. هل في تاء تانيث ساكنة؟ لا. إذا الألف اللي في النص دي ساعتها أجي أقول عليها إن هو ده بقى حرف الزيادة اللي عندي، لأن الفعل في الماضي مفيش فيه تاء تانيث ساكنة، مفيش فيه ضمائر متصلة، مفيش فيه أحرف مضارعة، ومع ذلك في حرف زيادة أنا ممكن أحذفه. ففي الحالة دي أجي أقول على الفعل ده فعل مزيد، أو زي الفعل انطلق، أو زي الفعل انتصر، أو زي الفعل استغفر، أو زي الفعل تقدم. يعني لو جيت أتكلم عن الأفعال دي كلها واجي أقول لك تعالى اشتغل معايا فيها، هتيجي تقول لي يا مس أهو انطلق، استخرج، انتصر، تقدم، قطع، اخضر. ايه بقى اللي معايا ده؟ حاجة اقول لك بص يا سيدي، احنا خلاص فهمنا يعني ايه مجرد، وقلنا ان المجرد عبارة ان الافعال اللي عندي يا اما تجيلي 3 احرف كلها اصلية، يا اما تجيلي 4 احرف كلها اصلية. ده كده بالنسبة للمجرد الثلاثي والمجرد الرباعي. وقدرنا نفهم احنا لما بنيجي نشتغل على القطعة بنشتغل ازاي. يعني الشغل بتاعنا هيكون على ايه؟ هيكون على الفعل الماضي. حتى لو انت جبتولي بالمضارع ماليش دعوة باحرف المضارع، لازم ارجعها للماضي. لقيت فيها تاء تانيث الساكنة ولا أكني شايفها، لقيت فيها ضمائر متصلة ولا أكني شايفهم، فبشيل كل دول وأبدأ أهو. يعني أنا هعمل لك إكس عليها أهو، بشيل كل دول وأبدأ بقى إيه؟ أحكم على الفعل اللي عندي، هل فعلا في حروف زيادة ولا لا. يعني أنا ممكن أجي أقول لك الفعل بدل ما أجيبه لك انطلق واستخرج، ممكن أجيبه لك ينطلق.
يستخرج، ينتصر، قطع، نقطع، اخضر خليها في الماضي. لو جيت اشتغل على الافعال دي، اول حاجه انا جايبها لك بالمضارع، فانت ما ينفعش تيجي تقول لي ينطلق، دي احرف المضارع ملهاش لازمه، اذا طلق يبقى هي هنا مزيد بحرف واحد. اجي اقول لك ادي غلطه. ليه بقى غلطه؟ لان انت حكمت على الفعل زي ما جالك ينطلق كده، وانا قلت لك انا ما ينفعش احكم بالمضارع، لازم ارجع الفعل للماضي. شوف انت قلت لي هنا ان هو مزيد بحرف، تمام، خلي الإجابة دي بس معاك. تعال عشان أأكد لك غلطك. ينطلق دي جاية لك في المضارع أهي، ارجع للماضي، انطلق. قلت لك طلع لي ايه الزيادة اللي عندي يا مس؟ انا بقول طلقة ثلاثي، اتبقى عندي كام حرف؟ 2. انت قلت لي هنا ان هو مزيد بحرف، لكن احنا لما مشينا على الخطوات الصح طلع مزيد بكام حرف؟ مزيد بحرفين. يبقى انت تعالى اديلك مثال تاني، هنشتغل شوية مع بعض. يستخرج مضارع، لو انت هتشتغل عليه زي ما هو قدامك هتيجي تقول لي يا مس يستخرج ياء المضارع ملهاش لازمة، إذا كان أصل الفعل خرج، يبقى هو مزيد بحرفين اللي هو السين والتاء، صح؟ أجي أقول لك نتأكد هنا بطريقتنا اللي أنا قلت لك عليها. قلت لك ما تحكمش على الوضع اللي جاي لك ده، لازم ولا بد أرجع في الماضي. يستخرج في الماضي كان اسمها استخرج. إيه اللي حصل؟ أنا عندي أصل الفعل خرج، ده كده الايه الاصل بتاعي. طب انا كده عندي كام حرف باقي؟ انا عندي الالف والسين والتاء، يبقى هو مزيد بكام حرف؟ مزيد بثلاثة احرف. شفت بقى يعني هنلعب ازاي بعد كده على الشغل ده؟ هتيجي تقول لي ان ينتصر ما ينفعش احكم عليها كده، هرجعها للماضي، اسمها ايه؟ انتصر. اجي اقول لك اشتغل عليها يا مس، الفعل كان اسمه نصر، إذا المزيد اللي عندي إيه هو؟ الألف والتاء. تقدم، إيه اللي حصل فيها؟ تقدم ده أهي هتبقى أصلها قا ده ما، في تاء في الأول، في تضعيف في النص، وركز لي على حتة التضعيف، لأن في الامتحان مش أو في التمارين عموما الراجل مش هيجي يحط لك الشدة، هيسيبها لك عايمة، فأنت المفروض بقك يشتغل. يعني ايه؟ يعني محتاجينك تبذل مجهود معانا، ما هو مش معقول هيسهل لك كل حاجه، فما اجي يقول لك تقدم مش هيحط لك عليها الشده، قطع مش هيحط لك عليها الشده، هو هيبقى معتمد ان انت بتنطق، فانت لازم تحرك الحنك اللي هو الفم يعني وتبدا ان انت تشتغل معانا وتنطق وتقدر تشوف هل التشكيل والنطق بتاعي ماشي ازاي. فلما اجي اقول كلمه قط هتيجي تلاقي نفسك بتقف كده وبتشد عند حرف معين. تقدم، يبقى انا هنا عندي على الدال، لان انا بنطق باجي اقول فانت وقفت عليها، فاذا الدال هنا مشدده. تقطع او نقطع هتلاقي ان الطاء مشدده. اخضر هتلاقي ان ايه؟ اخضر الراء مشدده. فايه اللي حصل عندي؟ اللي حصل ان في تضعيف، بس خد بالك بقى، انا هنا قلت لك ان الفعل كان اسمه قادم، انا زودت التاء والدال ده هي عبارة عن 2 دال، واحدة منهم زيادة، زي كلمة قطع اهي، المفروض كان اصلها قطع بس بالتشديد انت بتخلي الطاء حرفين، انا عايز اخد حرف واحد، هو كان اسمه قطع، يبقى اذا الطاء التانية في التضعيف دي اللي هتكون زيادة، يبقى انا عندي الزيادة، يبقى عندي ايه؟ عندي ان التضعيف يعني الحرف نفسه المضاعف ده هو ممكن يكون حرفين، اعرف ان هو في زيادة فيه. اخضر هتلاقي ان الزيادة في الالف والراء المشددة، تمام، كان أصلها خضورة، اصفرة، صافورة، احمرة، حمورة، تمام.
طيب ده كده بالنسبة لحتة الفعل المجرد والمزيد. يبقى أنا عندي تاني يعني إيه مجرد؟ الحروف اللي عندي كلها حروف أصلية. بينقسم المجرد لمجرد ثلاثي، مجرد رباعي. الثلاثي عبارة عن 3 أحرف، الرباعي عبارة عن 4 أحرف. المزيد بقى يا رجالة، المزيد إن أنا بحط زيادة في الكلام، بس أنا قبل أي شغل بشتغله بركز على التركة ديت مهمة عندي. خدوا بالكم بقى، يبقى أنا عندي المزيد بينقسم في الثلاثي. هتلاقي إن الفعل الثلاثي هقدر إن أنا أزود عليه كام حرف؟ أنا قلت لكم أقل حاجة في الأفعال الثلاثية 3 حروف، أزيد حاجة 6. فالثلاثي هزود عليه في المزيد بقى حرف، هيبقى مزيد بحرف، مزيد بحرفين، مزيد ب3 أحرف. ليه بقى يا مس؟ عشان انت الفعل الثلاثي لما تيجي تزود عليه حرف هيبقى رباعي، 3 أصلين وواحد زيادة. لو حرفين هيبقى خماسي، 3 أصلين و2 زيادة. لو هتزود عليه 3 أحرف هيبقى سداسي، 3 أصليين يعني 3 زيادة. وهتيجي تلاقي نفسك وقفت عند 6 حروف، ما ينفعش أبدا أزود عنهم. طب بالنسبة مثل للرباعي لما أجي أزود عليه، خد بالك إن كل الأمثلة دي كلها للثلاثي. للرباعي زي الفعل دحرجة، دحرجة هاجي ألاقي نفسي بقول تدحرجا، تمام؟ أو اطمأن، اطمأن. إيه اللي حصل هنا؟ أولا كان الفعل اسمه دحرجا رباعي، زودت عليه التاء في الأول لأنها لسه وما زالت في الماضي، تدحرجا. يبقى إذا الرباعي لما أجي أزود عليه، خدوا بالكم هو 4 حروف، عشان أوصل ل6 يا إما هزود عليه حرف يا إما هزود عليه حرفين، مش هينفع أكتر من كده. حرف زي ده دحرجة زودت التاء، حرفين هيبقى بالألف والتضعيف لأن اطمأن دي كان أصلها طمأنا. 1 2 3 4، 4 هزود عليه ألف والتضعيف في الآخر، يبقى أنا زودت الحرفين بتوعي وصلت لل6. ما ينفعش برضه أزود عن ال6. تمام؟ طيب آخر حاجة، في فرق ما بين الفعل أخرج لا بلاش أخرج، خلينا نقول يخرج، يخرج ويخرج. ايه الفرق ما بين يخرج ويخرج؟ ايه بقى يا جماعة؟ اولا الفعل اللي عندي زي يخرج، يخرج مفتوحة في الاول كده، الماضي بتاعه خرج، الماضي بتاعه ايه؟ خرج. ففي الحالة دي الفعل يخرج في المضارع لما رجعه للماضي هيكون ماله؟ هيكون يمس مجرد. يخرج يا دوبك بس هشيل الياء بتاعة المضارع اللي في الأول تبقى خرج، يبقى الفعل اللي عندي مجرد. لكن يخرج، يخرج أو نهى يعني ينهى وينهي. إيه الفرق ما بينهم؟ الفعل المضارع المضموم الأول في الماضي بيكون مزيد بهمزة. يخرج الماضي بتاعه أخرج، تمام؟ غير يخرج الماضي بتاعه خرج، ديت مجرد، لكن دي هتبقى مزيد بالهمزة. مثال تاني زي بالظبط كده ينهى وينهي. ايه الفرق ما بينهم؟ ينهى الماضي بتاعها نهى اهي، دي كده مجرد، لكن ينهي الماضي بتاعها أنهى، ده كده ماله؟ مزيد، مزيد بالهمزة. يبقى في فرق عندي برضو في حتة الفعل المضارع المضموم الأول. لو جبت لك فعل مضارع مضموم الأول الماضي بتاعه بيكون مزيد ومبدوء بهمزة. تمام؟ كده أبسط حاجة نقدر نوصل لك بيها معلومة الفعل المجرد والمزيد بكل تركاته، بكل تركاته. أهم حاجة عندي الشغل ده، يعني دي أهم حاجة عندي في الدرس كله. تمارينك عليها أكتر هتزود المعلومة، هتثبت لك حاجات، هتظهر لك حاجات كانت مخفية عندك. فأنت طول ما إيدك شغالة في القاعدة، طول ما أنت هتثبت معاك أي شرح
ممكن تشتغل عليه. يعني الشرح ده حاجة مش أساسية صدّقني، الأساسي عندك أنت رقم 1 إيدك تشتغل، وكل حاجة هتبان معاك في التمارين. كده إحنا اكتفينا إن شاء الله النهارده. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.